ازيكم يا جماعه. شفنا في الفيديو اللي فات في حكايه ديفيد جوجنز في كتابه كانت هيرم لا يمكنك ايذاء، او بمعنى اخر ربنا ما تعرف تعمل لي حاجه. وقفنا عند محاوله ديفيد للالتحاق بالقوات الجويه. طبعا انت لو ما شفتش الفيديو اللي فات فيعني ارجع شوفه عشان تبقى فاهم كل الاحداث اللي احنا بنتكلم فيها، وبعدين ارجع شوف الفيديو ده. في بدايه محاوله ديفيد للالتحاق بالقوات الجويه لان هو يغير من نفسه ويغير من عاداته السيئه اللي بيعملها. اول فكره كانت موجوده في دماغه ولازم ينفذها هو الخروج من عباءه الضحيه. كل الحاجات اللي هو المفروض دي شماعه بيرمي عليها همومه لازم يتخلى عنها، لازم يتخلى عن فكره ان ابوه عاش طول حياته وهو صغير يأذيه لدرجه ان هو هدده ان هو يموته. لازم يتجاوز فكره العنصريه اللي كان بيتعرض لها طول الوقت وفي اي مكان. لازم يتجاوز فكره الفشل اللي هو فيه سواء الدراسي وتاخره في الدراسه وعدم قدرته على التجاوز في التعليم بسبب ان هو كان معتمد على الغش وبطء تعلمه، فشل الاجتماعي ان هو ما عرفش يتجوز او يفتح بيت ويعمل اسره. كل الشماعات اللي اي انسان طبيعي ممكن يعلق عليها همومه ومشاكله ممكن تكون منطقيه بنسبه كبيره، لازم يتجاوزها تماما ويبدا يتعامل في الوضع اللي هو فيه. طبعا الحمد لله ربنا كرم ديفيد وقدر ان هو يتجاوز الاختبار الذكاء اللي احنا قلنا عليه ده او المعلومات اللي احنا قلنا عليه في الفيديو اللي فات عشان يلتحق بالقوات الجويه. ولكن هو مش بس هو اختبار معلومات كده وخلاص، لا ده في بقى اختبارات رياضيه واختبارات جسمانيه وحاجات كتيره قوي. وهو كان هيلتحق بالقوات الجويه على اساس ان هو بارا ريسكيو. طبعا بارا ريسكيو هي جزئين عباره عن باراشوت وريسكيو، ان هو يعني شخص منقذ مظلات. شغلهم في القوات الجويه الهدف الاول ان هو بيبقوا في الطياره بعد كده بينزلوا بالمظله عشان ينقذوا الجنود الموجودين في الحرب. طبعا بيحاربوا ده اكيد طبعا، ولكن الهدف الاول بالنسبه لهم هو عمليات الانقاذ. طبعا كان في اختبارات جسمانيه وبدنيه كتيره جدا، ولكن كان اهم اختبار واللي اتكلم عنه ديفيد هو اختبار الواتر كونفيدنس او الثقه بالماء. هو عباره عن الناس هتيجي تغرقك في الميه لحد ما خلاص هتنطق الشهاده هتموت، وبعد كده يلحقوك انت تلحق نفسك. يعني اختبارات كتيره جدا في الميه لازم تتجاوزها وتتخطاها عشان تنجح في الدوره دي. قول يا عم يوسف خلاص يعني المشكله يعني هو الراجل ما بيعرفش يعوم، يعني كده هيكون بيعرف يعوم؟ احنا بنتكلم بقى عن الشخص الاكثر صلابه في العالم، فالعوم ما عندوش مشكله فيه عادي. اختبار ميه في التاني يعني الموضوع مش برضه هيبقى سهل، يعني اكيد متوقع ان الموضوع هيبقى صعب. الكلام اللي بتقوله ده هيبقى صحيح لو مع شخص عادي، ولكن ديفيد جوجنز كان عنده خوف شديد جدا من الميه. يا صاحبي الرجل الاكثر صلابه في العالم كان عنده خوف شديد جدا من الميه، لدرجه ان هو لما سال في البودكاست بتاع جو روجن عن وصفه للخوف الشديد من الميه ده قال له كاني بشوف اكثر كائن مخيف في الدنيا قدامي. الراجل كان واصل لدرجه كبيره جدا من الخوف من الميه، لكن كان بيخش كل اختبار والتاني والحمد لله بيعدي. اختبار اول ويعدي والتاني ويعدي والتالت ويعدي، مفيش اي مشكله، الراجل مكمل. بص انا مش عارف ايه الحوار في الفيديو ده يعني مش راضي يتصور كله ليه، بس يعني اللمبه اللي هنا انحرقت تقريبا فغيرتها بلمبه تانية لون تاني مختلف، بس هنكمل الفيديو للاخر. ديفيد زي ما قلت لك كان ماشي في الاختبارات بتاعه الميه زي السكينه في الحلاوه، على الرغم من خوفه الشديد جدا من الميه ورعبه الشديد من الاختبارات دي. ولكن في وسط الاختبارات دي الطاقم الطبي اللي كان شغال في الدوره كلمه واستدعاه وقال له ان انت عندك اشتباه في مرض السيكل سيل انيميا او خلايا الدم المنجليه. ببساطه جدا كرات الدم اللي هي بتبقى شكل اسطواني ده او شكل دايره تتحول لشكل المنجال اللي هو شكل الخطاف كده. هو عنده اشتباه، خلايا الدم بتاعته ممكن بعض منها بيتحول، بس هو مش عنده الانيميا، مش عنده ديزيز دايركت. وقالوا له ان الموضوع ده هيكون خطر على حياته، خاصه في اختبارات الميه اللي بتعرض جسمه لضغط كبير جدا، فلازم يوقف التمارين دي فورا. الموضوع اصلا اللي كان بيهدد ان هو يخرج من الدوره تماما، ان هو ما يكملش اصلا. بس المفاجاه تجيله بعد اسبوع ان الطاقم الطبي يستدعيه تاني ويقول له ان احنا كنا مشتبهين ان يبقى عندك المرض، يعني موجود اشتباه بسيط ولكن مش بالدرجه اللي تخليك تخاف ومش هيأثر على حياتك، مش هيأثر بالشكل الكبير عليك في الاختبارات بتاعه الميه اللي انت كنت بتخشها. طبعا ديفيد في اللحظه دي كان بيقول كويس تمام وفرحان من بره، ولكن من جوه عايز يقول لي ابوس ايديك اكتب لي ان انا عندي مشكله وعندي مرض، لانه كان عارف انه هيرجع تاني لاختبارات الميه اللي كان بيخاف منها. بس رجع تاني ديفيد للاختبارات وراح للقائد بتاع الكتيبه او القائد بتاع الدوره بتاعته وقال له انه خلاص طلع ان الفحص الطبي بيقول ان الموضوع مش هيبقى فيه خطر على حياتي فاقدر اكمل عادي. ساعتها القائد ساله قال له يعني انت تمام هتكمل؟ قال له خلاص يعني هو فاضل اسبوعين ونخلص من الموضوع ده. قال له لا اسبوعين ايه يا معلم، ده انت فوت تمارين كتير قوي، هنبدا من الاول بقى. يعني حتى مش يعني التمارين اللي غابها دي هيرجع يعملها، لا هو يبدا من الاول خالص، من اول ما كان داخل اختبارات الميه دي هيبداها كلها من اولها. فساعتها ديفيد يعني ما عملش حاجه غير انه بص في الارض ومبقاش قادر ان هو يبص في عين القائد، من جواه هيموت ويقول له انا عندي عذر طبي، ابوس ايديك طلعني بعذر طبي، انا مش هقدر ان انا ارجع اعمل الاختبارات دي تاني. لما القائد شاف ان ديفيد ما قالوش كلمه اصلا بس وطى راسه كده وشكله ان هو مش عايز يكمل، فعلى طول بدون اي مشاعر قام ماضي على ورق انسحابه من الدوره وسلمه له وقال له خلاص انت كده مش هتكمل معانا. ديفيد على الرغم من ان هو كان عارف ان هو عنده عذر طبي وكان ممكن يتحجج بالموضوع ده ويقول عادي
عادي يعني انا عندي مشكله صحيه مش هقدر اكمل، ممكن الموضوع مش هيدمر مش هيموتني لكن ممكن ياثر عليا بشكل ما، انا طالع من الدوره مش عشان انا انسحبت، لا عشان في عذر طبي. بس هو من جواه كان عارف ان ده انسحاب، انا عارف من جوه ان انا بنسحب مش عشان في عذر طبي ولا حاجه. ايمان ديفيد بالفكره دي وان هو طلع عشان هو بيخاف من الميه، عشان هو انسحب فعليا، خلت ديفيد بعدها يبص لنفسه بشكل مختلف، بدا يشوف ان هو من بره ممكن يكون شخص ضخم او قوي لكن هو من جوه جبان جدا وما قدرش يواجه الحاجه اللي بيخاف منها. ده اللي اثر عليه وخلاه يرمي نفسه في الجيم ويتمرن وياكل عشان بس يبني جسم كبير وضخم. التمارين والاكل ده حولت جسمه من وزن 95 كيلو ل 131 كيلو. راجل تشوفه كده فانت تخاف منه، انت تترعب منه، لكن هو من جواه عارف ان هو منظر بس، كان عامل شكل من بره عشان يخبي ضعفه اللي موجود جواه. بعد ما ديفيد طلع من الدوره دي كان بيشتغل كرجل امن في مستشفى، في شيفت بالليل، شيفت هادي ما فيهوش اي ازعاج، وكان دايما بيجي له كل فتره والتانيه كده شركه من شركات التنظيف، بيجي له كده راجل في عربيه بيخش بينظفوا اماكن في مستشفى وكده، في شركه اسمها ايكولاب. الراجل اللي كان شغال في الشركه دي عرض على ديفيد الشغل وقال له والله احنا عندنا شغل، هتيجي تشتغل على العربيه من غير بقى في مدير فوقك ويقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه، هتروح بس بالعربيات دي للمطاعم للاماكن ديت بيعملوا تنظيف هناك في المطاعم وفي الاماكن المعروفه وخلاص، الموضوع مش اكتر من كده وفلوسه احسن من الفلوس اللي انت تاخدها دلوقتي. وديفيد وافق مش عشان هو اقتنع بس عشان هو ده اللي موجود قدامه، والله فلوس احسن من اللي انا باخدها تمام مفيش مشكله. وديفيد روتين حياته كان عباره عن الشغل، التمرين، الاكل. كان حتى روتينه في الاكل عباره عن ان هو بياكل اي حاجه، يعني واي حاجه بمعنى ان هو حاجات مش صحيه بكميات كبيره. يعني مثلا ابسط حاجه ان هو كان بعد ما يخلص الشغل كان بيروح كده لاي كافيه او محل مشروبات، يجيب الميلك شيك اللي هو الكبير ده، معاه صندوق فيه الدوناتس اللي زي ما احنا بنقول كده عباره عن قرصه، والقرصه دي فيها سكر وحلويات وحاجات من فوق كده. كان بقى بيجيب علبه كامله من الدوناتس دي والميلك شيك وياكلهم وهو مروح، الصحه هبله. المهم في مره وديفيد مروح تاني على البيت، روح قابل امه وعملت له الاكل كله، وبعد كده دخل ياخد دش، وهو داخل ياخد دش شغل التلفزيون وقال اللي هو يعني يسليه كده وهو بياخد الدش. وهنا سمع في التلفزيون برنامج بيعرض عن النيفي سيل او فرقه المشاة العسكريه. دي دوره برضو زي الدوره اللي كانت قبل كده بس بقى مش قفز بمظلات وكده، لا هي حاجه زي الصعقه كده عندنا. اي حد بيخش الدوره دي بيطلع منها يعني شخص تاني، واللي بينجح فيها اصلا ده بيكون شخص مختلف تمام، بيعيشوا مواقف وصعوبات يعني بص ما مش هقول لك، زي ما انت كده بتتحكي لك عن الصعقه هما بيشوفوا هناك. تسمى اصلا عندهم النيفي سيل دي بدوره العذاب. المهم الراجل سمع دي في التلفزيون، وقف الدش طلع يتفرج على اللي بيحصل في التلفزيون. المعلق بقى بيحكي عن التمارين اللي بيتمرنوها والحاجات اللي بيعملوها والناس اللي تحت الميه والناس اللي مش عارف بتطلع على الجبال وحاجات كده، تمارين يعني بص قاسيه جدا. كان دايما واخد باله من الناس اللي بتنسحب والناس اللي بتكمل وبتكسب. الناس اللي بتنسحب هو شايف ان الناس دي هي اجمل منه بكتير، بس على الرغم من كده انسحبت. هو مبرر الفكره دي ان هو انت ممكن توصل لدرجه خلاص انت مش قادر تنسحب، لان هو نفسه عمل كده انسحب زي ما قلت لك في الدوره اللي فاتت. بس الناس بقى اللي نجحت وكملت وكسبت كان وضعهم بالنسبه لديفيد مختلف. هم في النهايه ظهروا بقى بالبدله العسكريه ديت بتاعتهم بشكل هيبه وافتخار مش طبيعي. هو ديفيد كان حاسس نفس احساسهم كده اللي هو يخرب بيت الفخر اللي هم فيه. اكيد الناس دي مش طبيعيه في حياتها، بعد الدوره دي ما بقتش ناس طبيعيه، ما بقاش ناس عاديه زينا. فعلى طول ديفيد بقى انت فاهم الادرينالين والحماس، يا باشا انا هخش اشترك في الدوره دي، انا هدخل النيفي سيل وهتخرج منها. بس مشكله ديفيد الكبيره في الموضوع ده ان انا زي ما قلت لك وزنه وصل ل 131 كيلو. المفروض عشان يشترك في الدوره دي يعني ينزل يبقى مثلا 86 مثلا، بتتكلم في فرق بتاع 45 50 كيلو والدوره دي بعد 3 شهور. فحرفيا ديفيد كان كل ما يكلم حد من الناس اللي هم بيساعدوا الناس ان هي تشترك في المسابقه او في الدوره دي كانوا ما بيعملوش حاجه غير ان هم بيضحكوا ويقفلوا. 131 كيلو انت احنا نهزر ازاي؟ انت كبني ادم هتنزل 50 كيلو في 3 شهور؟ باشا انا وزني 80 كيلو، هو حرفيا محتاج ينزل اكتر من نص وزني عشان يلتحق بالدوره دي. طبعا حاجه مجنونه يعني صعب انها تحصل. المهم ديفيد عمال يتكلم والناس تضحك وتقفل ويكلم والناس تضحك وتقفل، كله مطنش محدش راضي يرد عليه، لحد ما كلم واحد فيهم الحمد لله ما ضحكش في الاول وقال له بص تعالى لي في مكتبي في مكان كذا كذا. راح له ديفيد، اول ما دخل الراجل ما ضحكش الحمد لله احنا لسه مكملين كويس اهو. قال له هي بيج مان اقف على الميزان، طلع 131. قال له بص انت محتاج بقى تنزل لي بتاع 45 50 كيلو عشان تشترك في المسابقه دي، قدامك 3 شهور، عرفت تنزلهم كلمني، ما عرفتش تنزلهم خلاص. رغم ان الكلام ده كان واضح جدا بالنسبه لديفيد ان هو محتاج ينزل فعلا الوزن ده، ولكن فكره ان الراجل ده اداله الفرصه بس ان هو كلمه ما ضحكش عليه ما سخرش منه، دي لوحدها يا معلم دي تدفعك، يعني دي لوحدها تغيرك. فكره اتاحه الفرصه للناس، بس انت تحط الامل في شخص انت تتيح له الفرصه، دي لوحدها يعني يشكر عليها الراجل ده والله. بس يا باشا هنبدا الموضوع بشكل جد
اليدي 100%. وبدا الموضوع معاه بالجري الصبح، كان هو بقاله كتير قوي ما جريش، يعني من اعدادي تقريبا ما طلعش يجري الصبح، والراجل ما كملش الصراحه، يعني هو ايه نص الشارع شارعين بالكتير وتعب وما قدرش وصدره خلاص بقى يكح مش قادر، ورجع تاني على البيت. قال لك فاكس يا عم 45 كيلو ايه اللي انزلهم، فكك من الكلام ده. بالفعل لا، هو روح نام خلاص مش هنكمل. وعدى اول يوم معاه على كده، ما مش عمل اي حاجه وكبر دماغه من الموضوع ده، لحد ما راح الشغل بتاعه تاني يوم. وكان الشغل بتاعه هو المفروض هيروح بقى في العربيه بتاعه التنظيف، هيروحوا على مطعم. المطعم ده يا جماعه يعني مشهور جدا، من شهرته يعني هو ما ينفعش نتقال هو اسم ايه المطعم ده لان هيعمل مشاكل كتير يعني، بس مطعم مشهور جدا 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 يعني. المهم يا باشا، هم بينظفوا في المطعم ده، لا المكان اللي بينظفوا فيه اللي هو المفروض مطعم وفيه حاجات صحيه وقوانين للحفاظ على الصحه والحاجات دي كلها، يعني زي ما بيقولوا كده ايه اعزكم الله، يعني ايه صراصير وفران وحاجات اللي ايه بنتقرف منها. كان في يعني ايه السقف اللي فوقهم او الدور اللي فوقهم كسر ونزل مليان بقى كله بقى ايه صراصير وفران وكده. الموضوع كان مقرف جدا، وطلع ونفض هدومه، وبعد كده طلع واقف قدام المطعم كده. طبعا ده اكبر دليل ان انت يعني ما تاكلش كتير من المطاعم، الناس ديت مش بتحافظ على سلامه صحتك. بس المهم هو وقف وبص قدام المطعم كده، ويعني بص الهدوم اللي اتبهدلت، وقال جمله واضحه جدا: هو ده مكانك يا ديفيد، هو ده المكان اللي انت فيه، انت استسلمت. كونك انت فكره الاستسلام وان انت انا مش هكمل، انا مش هقدر، انا مش هعرف اعمل، خلاص انت رضيت بالواقع اللي انت فيه، ارضى بقى بيه واشتغل. وين مكانك كده مع الصراصير والفيران جوه، تقعد تنظف وتعمل، ده مكانك في الحياه. حتى انت ما حاولتش تاخد الفرصه، خلاص هو بقى ارضى بقى بالمكان اللي انت فيه. قرف بقى مش قرف، انت هترضى باللي انت فيه وخلاص، انت ما حاولتش. اليوم ده ما كملش الشيفت بتاعه، قرف من اللي هو شافه، روح يا معلم وفتح التلفزيون كده وجاب وفيلم روكي 1. فيلم روكي طبعا معروف بتاع سيلفستر، كان يجري الفيلم كده لحد المشهد بتاع الفاينل، القتال الاخير، وروكي بيقابل ابولو كريك، اعنف مقاتل هو قبله. ابولو كريك مسك روكي عجنه، روكي من كتر الضرب اللي هو خده، المدرب بتاعه بالجمهور كلهم كانوا بيقولوا له افضل على الارض ما تقومش. لو انت مش عارف طبعا من قوانين الملاكمه ان انت خلاص انت خدت مثلا ضرب وقعت على الارض، الحكم بيبدا يعد، لو انت قمت بنكمل الجوله، لو ما قمتش وهيرجع على الارض لحد ما بيعد يخلص عد يعني، حسب الجوله لايه للمنافس الثاني. الجمهور والمدرب يا عم اقعد يا عم اقعد ابوس ايديك، وانت قوم تعمل ايه؟ الراجل هيكمل في وشك ضرب. بس الفكره بقى ان ابولو كريك اتفاجئ ان فجاه الجماهير بدات تهيص، بعد ما هو كان فرحان بقى بالانتصار، خلاص هو اداله الضربه من هنا ولف، انا بحتفل يا معلم، انا خلاص انا جبت الجول. لا الناس بقى بتهيص كده والموضوع اختلف. بص والله رأي روكي عمال يمسك في الحبل وعمال يطلع، وان هو عايز يكمل الجوله، انت مش هتاخدها. الفكره بقى هنا ان رغم ان ابولو كريك ممكن يكمل فيه ضرب عادي، لكن تعال نحط نفسنا مكان ابولو كريك اللي هو بيضرب روكي اصلا. هو انت كشخص انت معاك القوه دلوقتي، قادر ان انت تموت اللي قدامك ده، بس اللي قدامك ده اصلا ما بيموتش، انت عمال تضرب فيه وهو ما بيموتش. عشان اكسب لازم انت خلاص تستسلم. انت نفسك لو مكان ابولو كريك انت بتتوتر، الراجل ده مش هيموت ولا ايه بقى، هعمل ايه تاني؟ نفس فكره ماتشات الكوره برضو، يعني لو انت قدامك فرقه والفرقه دي انت ماسكها عاجنها، بس الفرقه دفاعيا واقفه قافله عليك، مش عارف تحط فيها جون، مش عارف تعمل اي حاجه، عادي جدا ممكن الفرقه دي تجيب فيك جون تخسر خلاص، يعني ماتش زي ماتش ليفربول وباريس سان جيرمان. طبعا ديفيد كان عارف ان في الاول وفي الاخر ده فيلم، هو اصلا بينكر فكره الموتيفيشن، الناس تحمسني فاعمل حاجه، او تحمسني انزل الجيم فانزل يوم، تحمسني اذاكر فاقعد اذاكر النهارده. لا هو مؤمن بفكره الديسيبلين، ان انت تفضل مستمر غصب عن دماغك حتى لو انت مش قادر. لما ديفيد بعد ما شاف المشهد ده خد القرار ان انا هحاول اخش الدوره دي وهنزل 45 او 50 كيلو. هوبا يا باشا اديني الروتين التمام لديفيد لمحاوله ان هو ينزل كل الكيلوهات دي. صبح على العجله اللي هي بيجري عليها لمده ساعتين، بعدها بيروح حمام السباحه يعوم كده لمده 4 ساعات عشان يتعود على الميه اللي هو كان بيخاف منها، بعدها بيروح على الجيم وبيلعب تمارين اللي هي رفع وزن جسمه زي الضغط والعقله. الضغط بيحاول فيها يجيب من 100 ل 200 عده، عقله تجيب من 300 ل 400 عده، والاكل بسيط جدا عباره عن فاكهه وخضار، وبالليل كده عشوه مظبوطه شويه رز وحته فراخ. خد يا معلم بعد شهر نزل 10 كيلو، بس خلي بالك شهر نزل 10 كيلو ده مش انجاز، انت كده فاضل لك بتاع 40 كيلو كمان في شهرين بس. شوف يعني 10 كيلو في شهر ده كتير، بس برضو انت لسه مهمتك ما خلصتش. بالنسبه للاختبار العلمي، لان كان في برضو اختبار علمي، دخل وجاب سكور كويس، لكن كان عنده مشكله في ماده الميكانيكا كده، بس هو بدا يذاكر لها تاني عشان يعديها برضو. عشان كده كان بقى بيخلص تمارينه بتاعته الصبح دي كلها، بيرجع بالليل على العجله تاني لمده ساعتين معاه الكتاب وهو بيذاكر. والله بقعد قدام اللاب ما بفتحش كتاب وماسك الموبايل عمال العب. النشاط اللي هو واصل له ده يعني يا رب يكرمنا. طبعا لو هنتكلم عن الحظ بتاعه في بدايه الدوره، كان حظ سيء جدا. الراجل دخل اول مره وطلع بعذر طبي نتيجه ان هو اتصاب، عادي مفيش مشكله، كمل ودخل تاني وطلع بعذر طبي تاني ان هو اتصاب في رجليه الاثنين، طلع ودخل تاني وبرده طلع بعذر طبي تاني نتيجه ان رجليه الاثنين كان فيهم كسور. لما دخل تاني كان بيربط رجله ويقدر ان هو يخش بقى مسابقات ماراثون وحاجات من كده ويجري بيهم ورجليه الاثنين مكسورين، كان بيربطهم، كان شارح في الكتاب ازاي بيربطهم جامد كده وهو بيتمرن. الراجل كان في الدوره وعدى منها ورجليه الاثنين فيهم كسور.
النزول. اما بالنسبه لتمارين السباحه فالراجل تحول من انه مش بس ما بيخافش من الميه، لا ده ما بيخافش من المحيط. في تمارين من اشهر التمارين اللي بيعملوها هو بيربطوا ايديهم الاثنين ورجليهم ويرموهم في الميه وهم بقى معلم زي السمكه كده. الراجل ما شاء الله بيعدي وقدر يتخرج من الدوره دي ورجليه الاثنين فيهم كسور وبيعوم في الميه عادي ما بيخافش، يعني هو ايديه مربطه ورجليه مربطه. لو حاولنا بقى نستنبط فكره من كل اللي انا بحكيه لك ده، هو سؤال واحد لازم نجاوب عليه: هو ليه ديفيد كان بيعمل كل ده؟ ليه ديفيد رغم ان رجليه الاثنين كانت مكسوره وكان ممكن يطلع عادي وينسحب ومفيش حاجه تعيبه، ده رجليه مكسره يعني كمل وكان بيربط رجله ويتمرن. طب انت حاجه ممكن تشوفها ان ايه حاجه خياليه وهو نفسه اتكلم، الناس ممكن تفتكر ان ده حاجه يعني ايه من ضرب الخيال وان هو بيأفور، ولكن ده مش معناه ان ده ما حصلش. السؤال هنا ليه ديفيد بيعمل كده؟ واجابته كانت واضحه جدا ومهمه ولازم نتعلم منها، وهي انه ما عندوش خيار تاني. لا هو خلاص، هو يا اما هيخش دوره النيفي سيل ويتخرج منها ويبقى شخص يفخر بنفسه ويفخر من اللي هو بيعمله، يا اما هيرجع تاني ينظف في المطاعم بقى والصراصير والفيران والحاجات دي. يا كده يا كده، يا هتنجو وتبقى حياتك افضل وتعيش مستوى اجتماعي احسن، يا ترجع تاني زي ما انت تفضل شخص عادي بيعاني اصلا في حياته، فشل دراسي، فشل اجتماعي، فشل وظيفي، مرتب على قده. فانت اختار، يا اما تبقى كده يا اما تبقى كده. والدافع بالنسبه له ان هو فعلا ما عندوش اي خيار تاني. طبقها انت على نفسك وعلى اي حد. بص على اكتر ناس بتنجح نجاح ساحق، يعني يا باشا هو شخص معدم اصلا في اوله، مش معاه فلوس، مش معاه اي حاجه ودنيته بايظه خالص ماديا يعني، وبيحاول يرقى بعيلته دي لمستوى اجتماعي اعلى، حسن من حياته الاجتماعيه شويه. موهبته وقدرته هي اللي بتقوده لده. الدافع الاول هو مش بس ان هو بيحب الحاجه او بيحب الهوايه دي، بيحب رياضه معينه، لا انا دي الحاجه اللي انا من خلالها هحسن من حياتي الاجتماعيه، هحسن من حياه ابويا وامي، الناس اللي ورايا دي، فانا ما عنديش حل تاني، هي دي الحاجه اللي هتخليني انجو من الحياه دي. وتاني نقطه لازم نستفيد منها وهو ازاي بقى نحقق ده، هو الالتزام. ديفيد زي ما قلت لك كان لا يؤمن بالموتيفيشن، فكره التحفيز وكل شويه حد يحفزني عشان اعمل حاجه دي هو مش مؤمن بيها. والالتزام هنا معناها يا صاحبي مش ان انت بس تكون بتعمل حاجه انت بتحبها وخلاص مستمر عليها لفتره معينه، ان انت بتعملها في اكتر وقت انت مش طايق ومش قادر وزهقان ومش عارف تعملها. انزل الجيم رغم ان انا متضايق وعندي مشاكل دلوقتي، هقوم اذاكر رغم ان انا مقريف ودماغي مصدعه ومش قادر احفظ اي حاجه، هقوم اصور فيديو واللمبه بتاعتي اتحرقت وشغلت لمبه ثانيه. ففكره الالتزام، الديسبلين. وفي رايي الشخصي يعني انا كيوسف، يعني اكتر شخص ملتزم هو الشخص اللي هيقدر يلتزم دينيا. كونك بتقدر تصلي ال5 صلوات وفي الجامع، ده انت كده يعني سوبر هيرو. عرفت تلتزم في دي صدقني هتعرف تلتزم في اي حاجه ثانيه. دي ايه الترس الكبير في حياتك. اذا انت في الصلاه اي حاجه ثانيه بالنسبه لك هتبقى سهله. وبالمناسبه في النهايه ديفيد اتخرج من القوات العسكريه او النيفي سيل وهو عنده ثقب في القلب. الناس لحد دلوقتي مش متخيله ازاي الراجل ده اتخرج وهو عنده ثقب في القلب ومكمل دلوقتي حياته وعنده فورمه حلوه على فكره. وبس يعني هو ده كان الفيديو بتاعنا. في النهايه حابب اقول حاجه بسيطه بس، يعني شكرا للناس اللي عملت كومنتس على الفيديو الاولاني. كنت فعلا مستني الكومنت ان يقول لي بس انت عرفت تحكي كويس او حكيتها بشكل كويس، ففي كام كومنت كده برده يعني الحمد لله، فشكرا ليكم. لو انت برده تشوف الفيديو ده وحابب تكتب لي كومنت بسرعه معلم، انا الحاجات دي بتبسطني جدا. واسمع يا معلم، اشوفكم فيديو جاي.